لو انت عايش او مقيم او موجود حتى في غرب وجنوب غرب المملكة السعودية، فأسوأ كوابيسك هناك بقى هتكون هي قرود البابون. هاي اتشخط ابوك يا ابن الكلب. النوع ده معروف بانه من اشرس واخطر واعنف انواع القرود، وحيوان متقلب المزاج باستمرار. يعني ممكن يكون بيلعب معاك عادي وفي نفس اللحظة يقلب عليك ويهاجمك، ولا قدر الله يعضك بقى. لا لا انا وخر عني تحسه كده برج جوزاء في نفسه. اهو النوع ده استوطن الغرب والجنوب الغربي من السعودية، وما شاء الله تكاثروا وازدهروا على الاخر هناك. في الاول كانت اعدادهم طبيعية وقليلة وعاملين توازن بيئي، لانهم بياكلوا الطيور الشرسة الضارة والقاذورات اعزكم الله. وفي المقابل كان الضبع والذئب والنمر العربي الشبه منقرض بيصطادوا وبياكلوا البابون. بس زي ما قلنا ان الذئاب والضباع والنمور في الجزيرة شبه انقرضوا بسبب الصيد الجائر. ومن سنة 2009 بقى وتضاعفت أعداد البابون وانتشرت وايد. ودكتور محمد قربان، واتمنى ان اكون بنطق اسمه صح، وهو مدير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قال ان اعدادهم وصلت لاكتر من 40,000 قرد في المملكة. 40,000 بابون في الأماكن اللي تم عدها. ولما اتكلمت مع اصدقاء ليا من الاماكن هناك وقلت لهم الارقام، واحد رد عليا وقال لي: كيف يا رجال، من الطايف الى نجران اكثر من 100,000. واحد تاني قال لي اللي في الجنوب بس اكتر من عدد السكان نفسهم. واتقال كمان انهم في اوائل سنة 2023 كانوا وصلوا لاكتر من 250,000 قرد بابون. بس من خلال الفيديوهات والمشاهد اللي اتبعتت لي منكم، انا باكد انهم اكتر طبعا من 40,000 بكتير، لكنهم في نفس الوقت اقل من 250,000 شويتين تلاتة. المشكلة بقى ان المشكلة كبرت لما القرود اعدادها زادت، وبعد ما كانت بتسكن الجبال قالوا لا احنا كترنا ومش هنقعد هنا تاني ابدا. وفعلا القرود نزلت تحت في وسط المزارع والمناطق السكنية. وللأسف السكان كانوا بيتعاملوا معاهم في البداية بلطف وبيقدموا لهم الأكل، ودي كانت أكبر غلطة، لأن القرود وقتها استأنست البشر وتعودت على أكلهم، وده اللي خلاهم بقى يزيطوا فيها وينتخوا ويهاجموا البشر كمان، لأنهم ما بقوش يخافوا منهم. الله يلعن ابليسك يا ملعون، شو اللي جابك؟ انت مش لسه جاب سيرتي؟ يعني لو انت مقيم في نفس المنطقة وعندك ارض بتزرعها، لازم تقعد كده طول اليوم ومعاك سلاح، لانك لو غفلت ثانية هتحصل هجمات منهم على ارضك، وهتخسر بقى وقتها محصولك الزراعي كله واللي تعبت عليه طول الموسم. ولو كنت ساكن عادي وقاعد في بيتك في امان الله، هتلاقيهم بيترددوا عليك عادي جدا وهيسببوا لك ازعاج كبير. هذا البابون عذع اعمانه. ولو كنت طالب سواء في مدرسة أو جامعة، هتقابلهم في الساحات، لأنهم بياكلوا بواقي الطعام اللي بتجذبهم للمكان. والأهم بقى إن القرود اللي جاية من البرية دي بتكون شايلة أمراض كتير، سواء كانت الأمراض دي فطرية أو فيروسية أو بكتيرية أو حتى طفيلية. وزي ما احنا عارفين إن القرد هو أقرب حيوان للشكل البشري وناقل سريع للأمراض. الأخطر بقى يا صديقي إنهم كمان في أوقات بيهاجموا البشر وبيأذوهم، ولا قدر الله بتحصل حالات عض صعبة جدا. قرود البابون تجبرت وبقت بتعيش في المملكة فسادا، لدرجة انهم بقوا بيهاجموا الضباع وبيجروهم قدامهم وهم حاطين ديلهم بانفخادهم، اللي هو الدنيا اتشقلب حالها وحصل فيها خلل على الاخر. وكمان بقوا بيهاجموا الاطفال هم واهاليهم. يعني لو كان عندك طفل وبتفرجه بمنتهى البراءة على القرود اللي قدامه، ممكن في لحظة يتاخد منك والطفل ده يصير موكلي. ده غير انهم ممكن يدخلوا يسرقوا عربيتك ويسوقوها زي ما حصل في جومانجي بالظبط. خلاص يا عم محمد، عقدتنا منهم وكرهتنا في امهم. وبعدين ما الحل سهل، احنا نجيب ضباع ونمور وذئاب ونطلق سراحهم في الجبل، وقتها بقى هيرجع التوازن البيئي من تاني عادي جدا. صديق الانسان، انت عاوز تقضي على القرود ولا تقضي على البشر نفسهم؟ الحل ده مش هينفع طبعا، لان اقل واجب كده انت عاوز لكل 3 قرود نمر او ضبع، والعدد هيكون كبير، ولا قدر الله وقتها هيكون خطر المفترسات على البشر اكتر من البابون، لان دول ما بيهزروش ابدا. في الأول بعض السكان اشتروا أجهزة ذبذبات، ودي بتشتغل بالموجات فوق الصوتية اللي بتطرد القرود من المكان. الأمواج دي بيكون ترددها عالي وبتخوف البابون وبيفلقوا من المكان كله. لكن الحل ده ما كانش عملي أبدا، لأنه هينقلهم من المكان ده ويوديهم على مكان تاني، ده غير إن مش كل السكان طبعا عندهم القدرة على امتلاك الأجهزة دي. المستشار أحمد البوق، مدير عام البيئة البرية في المملكة، بالتعاون بقى مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عملوا أكتر من خطة للحد من انتشار البابون.
اول حاجة عملوا خريطة الكترونية علشان يعرفوا اعداد وتوزيع قرود البابون ويحللوا البيانات اللي بتطلع لهم، وكمان عملوا تطبيق للمساهمة في رصدهم والتعامل السريع والفوري مع البلاغات. واهم حاجة عملها المركز من وجهة نظري هي التوعية للمواطنين، وانهم شريك اساسي في القضية دي، وحصلت فعلا حملات توعية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية، وكمان ورش عمل لمعالجة الممارسات الخطأ تجاه قرود البابون زي إطعامهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي دي المصيبة اللي خلت البابون ينتشر وما يخافش من البشر. المركز ركب أكتر من 400 لوحة للتنبيه على عدم إطعام القرود، وكمان ركب كاميرات لرصد أي مخالفة، واللي هيحب يتذاكى بقى ويعمل فيها فالح ويأكل القرود ويتشاف مبروك عليه غرامة 500 ريال سعودي، اللي هو ان شاء الله عنهم ما طفحوا. كل اللي حصل ده ساعد بنسبة كبيرة في الحد من انتشار القرود الملاعين، لكنه ما كانش كافي. المسؤولين كمان بيركبوا اقفاص زي بتاعة تايلاند، واللي سبق وشرحنا كل حاجة عنها بالتفصيل في الفيديو الخاص بيهم، واللي ان شاء الله يظهر لكم في اخر الفيديو. كمان المسؤولين بقوا يعملوا كمائن للقرود، وفعلا قبضوا على اعداد كبيرة منهم، واتمنى بقى انهم يصدروا البابون دول لاي دول تانية، او حتى انهم يعملوا لهم محميات خاصة، لان لو الحلين دول مش متاحين مش هيبقى فيه غير خيار القتل الرحيم علشان ترجع الاعداد طبيعية زي زمان. وان شاء الله الكابوس ده يخلص قريب، وربنا يحفظ اهالينا جميعا في كل مكان. تخيل يبقى عندك خزان ميه وهم قاعدين بيستحموا فيه وبيعملوا فيه حمام كمان، وانت قاعد تحت مش واخد بالك وحاطط الفلتر وبتشرب ميه زي الباشا. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ عموما انا عمري ما حبيت النوع ده من القرود، ولا حتى فكرت مجرد تفكير ان اربيه او اضمه لمجموعه الحيوانيه ابدا، خصوصا بقى وان ايديه كبيره ولونها احمر وشكلها يقرف. ايه ده بقى؟ ايده حمراء مش ايده حمراء، قرد ايده هي اللي حمراء. ربنا اعلم بنيتي وعارف انا اقصد ايه.